اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا هلا وكل الهلا بكم بقناتي قناة مطبخ أم علي الربيعي. وصفتنا اليوم كليتها بيضة وهشة والطعم كلش طيب. أبدأ وياكم بالمكونات وطريقة العمل. بسم الله الرحمن الرحيم. كيلو طحين 6 أكواب بكوب القياس، ملعقة طعام هيل مطحون، ملعقتين طعام شكر، ملعقتين طعام فانيلا 4 ضرف، نص ملعقة طعام بيكنج باودر مع رشة ملح. وحرك المكونات، وأضيف عليها 3 قوالب زبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة، ممكن تستبدلون الزبدة بكوبا من الدهن. وأعجن الزبدة والطحين حتى تتلابس المكونات. وأفرك بيدي حتى تكون عندي مثل الرمل. وأضيف عليه علبة قشطة الحجم الصغير 125 ملي. وأضيف أيضا فانيلا سائلة، إذا ما متوفرة عندكم ممكن تضيفون فقط الفانيلا الباودر، أنا دائما أحب أستخدم الفانيلا السائلة بأي شيء أسوي، حتى إذا أسوي كاستر أو محلبي ما أستغني عنها. أنا احتاجيت فقط نص كوب مي، ولازم يكون المي دافي، وإذا الجو بارد خلوا المي شوي يكون حار حتى ما تتكتل العجينة. أعجنها جيدا وأغطيها وأتركها ترتاح نص ساعة أو أكثر. وهذا شكل العجينة، لازم تكون لا لينة ولا قوية. وبعد ما ارتاحت عندي العجينة أبدي أشكل بيها، التشكيل حسب رغبتكم، أنا ما استخدمت القالب، ممكن تستخدمون القالب إذا مستعجلين. الحشوة اختيارية، أنا استخدمت تمر ولقم مبروش وسمسم. التمر حمسته على نار هادئة مع القليل من الزيت، ومرته وضفت عليه شوية هيل. السمسم سهيته وضفت عليه ملعقة شكر، ومبروش أيضا ضفت عليه ملعقة شكر. إن شاء الله أكتب جميع المكونات بصندوق الوصف. بهاي العجينة حسوي خفيفي بدون حشوة، فردت العجينة بشرط تكون العجينة شوية ثخينة حتى ما تيبس عندي بالشوي، ممكن تستخدمون الكوب حتى تقطعون بيه العجينة. وحتى أدهن وجه العجينة أحتاج بيضة مع ملعقة من الحليب البودر وفانيلا سائلة أو فانيلا باودر. أنا استخدمت ورق الزبدة، إذا ما عندكم مو مهم، ادهنوا الصينية بالزيت ما راح تلجع عندكم. وطبعا هاي مو كل الكمية، بعد عندي أكثر من نص صينية. وبهذا الوقت أنا مشغلة الفرن وحار وأدخلها الفرن، ممكن تشعلون الفوق والجو سوا. وهذا شكلها بعد الشوي، الشكل كلش حلو والطعم بعد أحلى. جربوها كلش طيبة وندعولي بالصحة والعافية. وعلينا وعليكم بألف عافية. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. مع ألف سلامة.